ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام. النهاردة هنعمل أكلة كده جميلة من الزمن الجميل. طبعا طبق الفتة القمر ده، ومعانا بقى كده أحلى حتة لحمة، ومعانا بقى كده طبق شوربة يستاهل بقكم، وجميل كده على الفطار، وطبعا كده يدفي كده المعدة. وبألف هنا وشفا يا رب على قلبنا وقلبكم. شايفين كده الشوربة وجمالها وحلاوتها. طبعا انا مشوحة اللحمة كده في قطع من السمنة، بفص مستكة وحبهان، ونازلة كده بالفلفل الأسمر حصى، وطماطماية وبصلاية مقطعين، ورشة من جوزة الطيب. واشربي بقى أحلى مج شوربة يرم عظمك بقى في الصيام، ويديكي كده طاقة، ويخليكي ايه تكملي يومك بعد الفطار. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبق الفتة دوت من الأكلات الزمن الجميل اللي كلنا بنستسهله ونعمله على طول. يعني مش عايزين نقف كتير في المطبخ. تيجي بقى كده جايبة حتة اللحمة بتاعتك وسلقاها، وعاملة كده شوية رز حلوين. طبعا انا كده حاطه سمنه على زيت، او زبده على زيت زي ما يكون عندك، وفص مستكه، وحبيتين حبهان، وورقه من اللوري، وايه ورشه فلفل اسمر بقى كده مطحون. بيخلي بقى كده الرز كده طعمه مفلفل وقمر. يعني بصراحه شويه رز كده هيعجبوكم، ويكونوا كده عند حسن ظنكم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين بقى كده الرز وجماله، وتقليبة خفيفة كده، ونغطي عليه بقى، ولما يغلي نوطي بقى عليه كده ونسيبه ايه يتلد. على بقى ايه ما نشوف هنعمل ايه. هنا الشوربة واللحمة كانت استوت، وطفيت عليها بقى. هنا هنعمل بقى ايه الخل والثوم، اللي بيخلي كده إيه البيت ساعة الفطار ريحته كده تبقى مفحفحة وجايبة لآخر الشارع. حطيت برضو سمنة، بس ما حطيتش زيت صراحة. حطيت كده سمنة بلدي، او لو عندك زبدة ماشي. ونزلت بقى كده بالثوم المقطع. احنا مش بنحب صلصة الطماطم مع الفتة، بنحبها كده زي ما انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. شوحت كده الثوم في الزبدة، وسبته بقى كده على ما ياخد لون. وبعدين بقى كده اديت للرز بتاعنا تقليبة، وعلى التوم بتاعنا ما خد لون، نزلت بقى عليه كده بمعلقتين كده من الخل، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسمر. وهتشوفوا بقى هناخده بقى دلوقتي كبشة شوربة كده، هتخلي كده الخل والثوم يعني ايه، هتوديه كده في حتة تانية زي ما بتقولوا. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ترشرشي بقى كده على الرز بتاعك وعلى العيش بقى اللي انت محمصاه. انا عندي عيش فلاحي، وايه وطبعا محمصتهوش لانه هو متلدن كده في الفرن، وخبيز ايدينا وعمايل ايدينا. هنا بقى حطيت برضو شوية زيت على قطعة من السمنة، او برضو قطعة من الزبدة. وهاخد بقى كده اللحمة. وانتوا عارفين طبعا ان لحمة الفتة لازم أن تكون ايه ملبسة. بصراحة كانت شوية لحمة كده وشوية شوربة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فوق الوصف. وطبعا اللحمة الملبسة ديت حلوة للعظم، يعني ايه مش بتتعب العظم او الركب زي ما تكون اللحمة حمرا. وبيبقى كده فيها فوائد حلوة للجسم. طبعا الحتت الملبسة ديت بتبقى صحية، يعني ايه بتريح بقى كده المعدة، وبتبقى تخليكي كده معدتك مرتاحة. بعكس ايه اللحمة لما تكون حمرا بتتعب بقى العظم وبتتعب الركب بصراحة. ومش بتبقى مش بنبقى عارفين ننزلوها، لكن الملبسة ديت بتفتح النفس كده وبتشاهي بصراحة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى اديتها تحميرة حلوة كده، وخدت اللون الذهبي القمر. وبعد بقى كده ما هطلعها، هرش بقى كده عليها رشة من الفلفل الأسمر.
وطبعا برضو رشة من الملح. طبعا احنا بقى شايفين العد التنازلي بدأ لشهر رمضان. بجد الواحد زعلان جدا، يعني اللي كان مقصر بقى يحاول يشد حيله كده في الايام اللي جاية. وربنا يا رب يقوي كده كل واحد على حاله، وربنا يتقبل مننا الصيام والصلاة والقيام وصالح الاعمال يا رب العالمين، ويجعلها ايام خير وبركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. هنا بقى شايفين العيش البيتي بتاعنا، هنا بقى محمص كده ومتلدن في الفرن. يعني بصراحة مش محتاج بقى تحمير في سمنة ولا زيت ولا أي حاجة. هنا بقى كده كسرته زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين لونه وجماله. وهننزل بقى كده عليه بالشوربة، والشوربة لازم تكون مغلية كده علشان العيش بتاعنا ايه، يعني يطرى بقى معانا. وبرده حاولي كده ما تخلوهوش يبقى معجن، لا، خليه كده يبقى مفرفر كده وحلو. واللهم صل عليك يا نبي. يعني كده تنزلي كده بالشوربة بالراحة كده، عشان ايه ما يبقاش معجن كده وخلطبيطة كده كله على بعضه. لا، خليه كده يبقى مفرفر كده ومفلفل برضو كده، ويبقى كده ايه، يعني يفتح النفس، ما يبقاش معجن كده تاخدي كده الحت كأنك بتقطعي كده كيكة ولا تورتة ولا حاجة. لا، خليه كده يبقى مفلفل معاكي وحلو زيه زي الرز بالظبط. شايفين شكله وجماله وحلاوته. وهنا بقى باخد من الخل والثوم، وطبعا حاطه بقى عليهم كده كبشة الشوربة. تخلي بقى كده الموضوع يعني بصراحة في حتة تانية خالص. وهنا بقى نحط الرز بتاعنا، والرز بتاعنا مفلفل وقمر، وشايفينه ولا معجن ولا اي حاجة. بصراحة مفكك كده من بعض ومفلفل كده وقمر وجميل. ورصينا بقى كده اللحمة بتاعتنا على الرز، وحطينا برضو من الخل والثوم. وده بقى كده كان الفيديو بتاعنا، الأكلة السهلة البسيطة اللي تعمليها في ساعة زمن قبل المغرب على طول او بعد ما تصلي العصر على طول. بألف هنا وشفا على قلبنا وقلبكم، وقلب كل اللي شاف وقلب كل اللي هياكل.